إلهام منورانا في مجلة المنارة التونسية، مبروك تكريمك في الأقصر، شفت الحفاوة الكبيرة من الجمهور هنا وشفت الناس دي في الأقصر، شفت ده إزاي؟ مساء الخير، كل سنة وانتم طيبين. شفت ان التكريم ده حاجة جميلة قوي وفخورة وممتنة قوي ربنا لإدارة المهرجان. شفت حب الناس، أهل الأقصر، ده حاجة بالنسبة لي كانت جميلة قوي. قد ايه هم ناس طيبين، قد ايه هم حبوا شخصية نرجس وبيكلموني في تفاصيل التفاصيل. فحسيت بنجاح أكبر لما جيت هنا. التكريم بيفرق معاك في إيه، وخصوصا في الوقت ده فرق معاك في إيه بعد ما أنت عاملة كمان نرجس وكسرت؟ بص، التكريم والتقدير ده بيدي دفعة كده ان الناس، ومسؤولية في نفس الوقت، ان الواحد بيبقى حاسس ان هو لا، إن الناس كرمته وقدرته وكده، فبيبقى عايز دايما يحافظ على ده ويبقى عند حسن ظنهم يعني. ما جاتليش فرصة لحد دلوقتي تروحي تونس؟ الناس في تونس بتحبك جدا وبتعشقك هناك بشكل لا، كبير. هو انا اصلا رحت تونس قبل كده وبحبها جدا، يعني تونس بلد جميلة. بس لسه ما فيش فرصة ان انا اروح تاني قريب يعني. قولي كلمة للشعب. كل سنة وانتم طيبين، يا رب سنة حنينة وسعيدة على الجميع بإذن الله.